النهارده الصبح تم التحفظ على احمد فتوح وعلى محمد صبحي لعيبه نادي الزمالك. طبعا انا النهارده هكلمك على حاجه مهمه قوي بخصوص الموضوع ده، بس عشان الناس ما تفتكرش ان المجموعه من الناس شمتانه وان احنا شايفين ان اللي حصل ده كان طبيعي. عايز اقف معاك عند كام نقطه مهمين قوي واحكي لك كده على السريع ايه اللي حصل. اللي حصل ان فتوح ومحمد صبحي اخدوا اجازه، هم واللعيبه اللي بيلعبوا بشكل اساسي علشان خاطر يريحوا لغايه نهايه الموسم. اللي حصل ان فتوح طلع على الساحل الشمالي، وانتوا عارفين انه ليه اكتر من فيديو سواء هو او محمد صبحي ليه سهر في اماكن، والكلام فاضي مش هنقف عنده كتير ومش هنتكلم عنه كتير. طبعا السهر والخروج والكلام ده ادى الى ان في حادثه حصلت مع امين شرطه والراجل توفاه الله. طبعا يعني بنعزي اهله وربنا يرحمه ويغفر له. لكن النقطه هنا اللي عايزين نتكلم عليها، فتوح ربنا اداك اكتر من فرصه في اكتر من موقف كنت بتتعرض ليه، ومع ذلك انت ما فكرتش ان انت تتعظ وما فكرتش ان انت تسلك السلوك المظبوط. العينه اتاخدت من الاتنين اللعيبه، وللاسف الشديد طبعا اللي كان سايق ويحاسب على القتل الخطأ هو احمد فتوح، لان العينه لما اتاخدت طلعت العينه من فتوح عينه للاسف ايجابيه. مرتضى منصور لما اتكلم من فتره على القصه دي وقال ان فتوح كان كذا واتاخدت منه عينه منشطات، الدنيا قامت وما عادتش، رغم ان الراجل كان بيتكلم صح. وممكن جدا تكون كانت دي فرصه موجوده عند احمد فتوح ان هو يراجع نفسه. السؤال هنا يا جماعه اللي محتاجين ان احنا نساله لفتوح او غيره من اللعيبه اللي سلوكياتها فيها مشكله، وخلي بالك ده كتير قوي بدون داعي لذكر اسماء، يعني ناس ربنا سترها مش هنتكلم عنها. لكن انت ربنا اداك نعمه الشهره، نعمه حب المال، نعمه المال، اداك نعمه حب الناس، ومع ذلك يعني كل ده انت مش مقدره ومش قد المسؤوليه اللي ممكن تكون موجوده عندك. خلي بالك موضوع فتوح يعني مش هيتلم عشان خاطر الناس اللي بتقول هيتلم، سواء في موضوع ايجابيه العينه او القتل الخطأ. حتى لو حصل تصالح مع اهل المتوفي، حتى لو حصل تصالح هو برضه هيعاقب طبقا لاحكام القانون. القصه هتكبر الفتره اللي جايه، يعني نتمنى ان الاتنين موجودين في كرب، سواء اهل المتوفي او سواء فتوح برضه هو موجود في كرب وكرب عظيم كمان. يعني نتمنى ان الامور تعدي على خير، وان اللي حصل ده يكون درس غيره يقدر ان هو يستفيد منه قبل ما هو يستفيد.